ما تشوفي نفسك انت بتترفضي ليه؟ شغلانه حلوه جدا ومربحه جدا، تقدري تبتدي ان انت تشتغلي حاجات مش محتاجه انجليزي ولا محتاجه كمبيوتر ولا محتاجه الكلام ده. لا شغل ايه، مفيش شغل، احنا بقالنا سنتين وبتاع بنقدم مفيش حاجه، وممكن في بعض الاحيان اعلى من جوزك كمان. فانا مطمن عليكي ومفيش مشاكل، خلاص هشتغل على البيزنس ده وافضل اكبره. سيبي بقى الشغلانه اللي ب 12 و15 دولار دول، انت المسؤوله من البدايه اذا كان انت اتقبلتي في الشغلانه دي او اترفضتي. فاول لما بتيجوا امريكا احنا عايزين بقى نبتدي بدايه جديده. طيب بما اننا بنتكلم النهارده مع البنات والستات اللي عايشين جوه امريكا، فقلت يعني مفيش احسن من المطبخ ان احنا نقعد نتكلم فيه، مكان يعني اللي انتوا بتبدعوا فيه الاكل. غير كده انا عارف ان انتوا بتاخدوا فيه اهم قرارات في حياتكم. اقبل بقى العريس اللي جاي لي ولا لا، اخش الكليه دي ولا اخش الكليه دي، ادي فرصه تانية لصاحبتي ولا اقطع معاها وكفايه اللي انا شفته منها. حاجات دايما كتير عارف ان انتوا بتفكروا فيها في المكان ده. لا محتاجين بقى نقعد نقول فيديوهات فيها معلومات كتير ودش ومونتاج ومش عارف ايه، لا نتكلم كده براحتنا هنا يعني. وطبعا البيت بيتكم يعني. طيب لازم تفهمي ان انت اول لما قررت ان انت تيجي امريكا مع جوزك او جايه لوحدك او معاكي اولادك او كده، لازم تفهمي ان المجتمع هنا مختلف عن مجتمع مصر. يعني في مصر في ناس كتيرة قوي متستتة في بيتها، لا بتشتغل ولا بتعمل حاجة، مبسوطة بالعيشة بالشكل ده، متفرغة للتربية بتاعت ولادها، متفرغة لخدمة جوزها، الحاجات اللي احنا عارفينها دي. فدي حاجات بتسعد الراجل الشرقي بشكل كبير، وبتسعد برضو بعض الستات. لكن اختلاف بقى الثقافة ما بين مصر وأمريكا كبير جدا، لأن تقريبا عندك معظم البنات والستات اللي عايشين في أمريكا هم بيعتمدوا على نفسهم بشكل كلي. لازم يشتغلوا وقبليها لازم يدرسوا علشان يقدروا يصرفوا على نفسهم ويبقوا أحرار، ما يبقوش متأيدين تحت راجل يصرف عليهم يتحكم فيهم. فده الوضع المتبع هنا قوي. فلو فضلت انت بتفكيرك اللي في مصر ان انا عايزه ابقى متستته وخلاص ومش عايزه اشتغل واهتم بجوزي واولادي بس، ده طبعا اختيارك وشيء طبعا يحترم. لكن طبيعه المجتمع اللي احنا عايشين فيه دايما محتاج الست ان هي تخش سوق العمل، مش عشان سوق العمل بس محتاجها، ولكن عشان البيت وجوزها محتاجين مساعدتها. وانا طبعا بتكلم عن الناس اللي لسه تقريبا جايه من فتره مش بعيده، مصاريف كتير من ايجار واكل وشرب وحاجات ولازم نجيب عربيه ولازم نجيب عفش ولازم نجيب حاجات. غير اصلا ان التكلفه بتاعت السفر بتاعكم من مصر لغايه امريكا كانت مكلفه جدا، وممكن تكون صرفت كل اللي وراكم واللي قدامكم. فاول لما بتيجوا امريكا احنا عايزين بقى نبتدي بدايه جديده، بدايه تقدري ان انت تساعدي فيها جوزك وتحققوا كل الاحلام اللي انتوا بتحلموها في وجودكم في امريكا في اسرع وقت. يعني خلينا متفقين ان اكيد اي فردين عايشين في نفس البيت والاتنين بيشتغلوا اكيد هيوصلوا للي هم عايزينه اسرع، غير الراجل اللي شغال شقيان وتعبان طول النهار وفي الاخر يعني برضه بيغطي احتياجات البيت وبس. لكن بقى تحويش او ان انا اشتري حاجات مهمه للبيت، لا هتلاقيه عمال ياجل يقولك معيش فلوس وبتاع، والدنيا ديكي شايفه. فاول حاجه لازم تغيريها هي دماغك ان جوزك محتاج مساعدتك. حتى لو في رجاله كتير ما حبتش ان هي تبين قوي كده ان انا محتاج ان حد يساعدني وبتاع وكده، ساعات احنا عندنا الحته دي كراجل شرقي ان هو مش عايز يبين ان انا مقصر في بيتي او مش عارف ايه، فممكن ما يقولكيش اصلا. فمن قبل ما هو يقولك انت لازم انت تقولي له انا بفكر ان انا انزل اشتغل عشان نسدد التزاماتنا بشكل احسن، ما نبقاش مزنوقين وتعبانين طول الوقت ويا دوبك المرتب على القد، ولادنا اللي طلباتهم ما بتخلصش طول الوقت محتاجين ان احنا نجيب لهم اللي هم عايزينه، ما يبقوش اقل من اي حد، محتاجين نسافر نصيف نعمل، وكل ما تيجي تقولي لجوزك يقولك منين اجيب منين، احنا يا دوبك بناكل ونشرب وخلاص ومكفيين نفسنا بالعافيه. نفسك تروحي مصر كل سنه او كل سنتين وبرضه مفيش فلوس. فكل دي حاجات مهمه قوي لازم تفكروا فيها عشان نعيش عيشه احسن. والاهم من كده ان انا لازم ابقى فرد في المجتمع اللي انا عايش فيه ده، يعني منتج، ما ابقاش قاعد مستهلك وخلاص. لان عادتك في البيت دي هتخلي دماغك تصدي وهيأثر على لغتك كمان الانجليزي. انت عايزه حد تقعدي تتكلمي معاه انجليزي زي زمايلك في الشغل او عملاء بتتعاملي معاهم، لكن وجودك في البيت ده طبعا هيبوظ خالص موضوع الانجليزي، فيبقى انت عماله تخسري مش بتستفيدي حاجه. طيب فهمنا بقى اهميه الشغل، عايزين بقى ندور على الشغل اللي يناسبنا دلوقتي. بس خلينا نتفق على حاجه الاول. لو احنا افترضنا ان انت اي بتشتغل تقريبا في البيت 24 ساعه، ودي اصعب شغلانه موجوده في الحياه، ان الشخص ده يبقى ومسؤول عن اطفال وزوج وكل الكلام ده 24 ساعه انت افيلبل، اكل شرب بقى غسيل توضيب البيت مش عارف ايه، كل الكلام ده انت ملتزمه بيه. فانت يوم ما تنزلي بقى الشغل مش هتبقي متاحه ال 24 ساعه دول، هيبقى في عندك كده 8 ساعات على الاقل خالص اللي هو بتشتغلي فيهم
في الشغل انت غير متاحه، غير متواجده في البيت. زودي بقى عليهم المواصلات او السكه وانت رايحه الشغل وجايه من الشغل، قولي ساعه، وتقعدي بقى تظبطي في الميك اب بتاعك وفي لبسك وحاجتك، كل ده بيستهلك وقت. فلو قلنا ان انت بتاخدي 10 ساعات كل يوم من يومك عشان شغلك، فلازم الشغل ده يبقى يستاهل. يعني انا مش هقعد اضيع الوقت ده كله، والبيت ممكن يتاثر طبعا بشغلي عشان ملمين. لازم دايما افكر ازاي اطور، ازاي ان انا استثمر في ال10 ساعات اللي بستهلكهم كل يوم في الشغل دول عشان اخد منهم اعلى فايدة. لو انا بقبض $15 ومش مكفيني، لازم ادور على الحاجة اللي تديني 20. ولو $20 مش مكفيني، لازم ادور على الحاجة اللي تديني 22 و23 و25 واكتر. لو انت واحدة الانجليزي بتاعك كويس جدا وعندك مهارات في الكمبيوتر وكده وعندك كوميونيكيشن سكيلز وكل الكلام ده، تأكد انت تقدري تشتغلي اي حاجة، وما يعني ما تستقليش نفسك. يعني انت تقدري تعملي حاجة كويسة تاخدي بيها مرتب كبير، وممكن في بعض الاحيان اعلى من جوزك كمان. فانا مطمن عليكي ومفيش مشاكل. لكن دايما انا قلقي على الناس اللي الانجليزي بتاعها ضعيف شوية وما عندهاش اي مهارات تانية ان هي ممكن تستفيد بيها في شغل، فبتضطر بقى ان هي تاخد ال10 ساعات اللي تستهلكهم من يومها عشان اشغال مش هتجيب لها حاجة ولا هتوصلها حاجة في المستقبل. فدايما لازم تبقي تفكري ازاي اطور نفسي. ما نقعدش نقول بقى ما ادي الله ودي حكمته هنعمل ايه ودي قدراتنا ومش لا، انت قادرة ان انت تعلي قدراتك. عندك مشكلة في الانجليزي، اتعلمي انجليزي. هتلاقي فيه برامج وحاجات تبع الحكومة او تبع الولاية اللي انت عايشة فيها تقدر هي تساعدك وبشكل مجاني او حتى مخفض تقدري تعلمي انجليزي طالما دي المشكلة. ايديا تقيلة قوي على الكمبيوتر وما بفهمش حاجات كتيرة والموضوع صعب وياخد مني وقت. لا، الموضوع مش صعب ومش مستحيل. حتى لو عندك 60 سنة هتلاقي فيه فيديوهات كتيرة جدا بتشرح لك على اليوتيوب وبالعربي كمان تفتحي ده ازاي وتعملي ده ازاي. غير برضو لو عايزة كورسات هتلاقي فيه حاجات موجودة حواليك. كل ده بقى هيساعدك ان انت تسيبي بقى الشغلانه اللي ب$12 و$15 دولت وتروحي لحاجه اعلى شويه تفيدك انت وعيلتك، وما تحسيش ان ال10 ساعات مجهود اللي انت بتعمليهم في الشغل دولت رايحين هدر. وفي نفس الوقت ما تفضليش قاعده في البيت وتقولي انا هقعد اخد كورسات واقعد اتعلم انجليزي واقعد اتعلم كذا وكذا ولما ابقى ريدي ساعتها بقى ادور على شغل، لان ده برضو غلط، ده تضييع وقت. تقدري تبتدي ان انت تشتغلي حاجات مش محتاجه انجليزي ولا محتاجه كمبيوتر ولا محتاجه الكلام ده، زي مثلا محلات الملابس الكتيره اللي موجوده في كل حته. عندك راس ومارشلز وبرلينتون تي جي ماكس وهوم جودز كمان، مش ملابس لكن بيطلبوا ناس كتيره طول الوقت. تفتحي كراتين وتطلعي البضاعه وترصيها على الرف كده، الموضوع مش صعب. ومع الوقت عماله تتعلمي انجليزي مع الناس. العملاء بتوعك بيسالوكي حاجه فبتردي عليهم، بتكلمي مع زمايلك مع مديرينك، فاللغه هتتطور. يبقى انا بتعلم وبمارس اللغة، فالدنيا هتبقى أسرع. أول بقى ما اللغة بتاعتك تتظبط والسكيلز بتاعت الكمبيوتر وكده تبقى أحسن، ساعتها هيتفتح لك بقى أبواب تانية. وممكن لو أنت مش عايزة تشتغلي يعني في مكان معين ممكن تشتغل من البيت، زي مثلا أنت بشغالة كاستمر سيرفيس. كل البنوك محتاجين كاستمر سيرفيس طول الوقت ومن البيت كمان. يعني عندك مثلا بنك اوف امريكا او ويلز فارجو او تشيز او اي حاجة من دولة المعروفة او الحاجات التانية حتى اللي انت ما تسمعيش عنها قوي، بيطلبوا ناس طول الوقت. محتاجين حد يرد على التليفون، يرد على الأسئلة بتاعت العملاء، يعني حاجات كتير زي كده. فهي برضو مش حاجات صعبة، هتتمرني عليها، هيعرفوك السيستم بتاعها ماشي ازاي. بيدولك سكريبت كده تتكلمي، يعني مش بتقولي اي كلام وخلاص، لا، في سكريبت معين انت بتردي عليه، لما يسأل كذا تقولي كذا. فهتلاقي نفسك لسانك بيتحرك اسرع، واكيد مرتباتها هتبقى احسن من المطاعم والمحلات. فيبقى انت عماله تستثمري في الوقت اللي انت بتقضيه بره. شركات الاتصالات مثلا زي فرايزن او تي موبيل او كده برضو طول الوقت محتاجين ناس. خشي على المواقع بتاعتهم ودوري على كلمة كارير، هتلاقي الوظائف كلها المتاحة في الوقت ده. مش حابة تتعاملي مع ناس او تشتغلي في شركات، عندك ممكن تشتغلي بيبي سيتر مثلا، ان انت تبقي قاعدة مع اطفال، فالموضوع برضو مش هيحتاج لغة كبيرة. يعني في مواقع وابليكيشنز كتيرة بتتيح فرص ان انت تشتغل بيبي سيتر في الوقت اللي انت فاضية فيه. وممكن برضو الكوميونتي اللي حواليك سواء عرب او سواء ناس جيرانك مثلا او حاجه وهم بيشتغلوا الصبح ومحتاجين حد يقعد بولادهم، انت ممكن تعملي كده. يبقى معاكي مثلا ولدين او 3 أو 4 قاعدين معاكي اليوم كله وبتاخدي مقابل قصاد الكلام ده. ده برضو لو ما عندكيش وسيله ان انت بقى تروحي بعربيه او تروحي شغل بره، او يعني لسه بتشتغلي على نفسك موضوع اللغه والكمبيوتر والحاجات التانية، ممكن تعملي كده بشكل مؤقت. انا بساعد جيراني اللي عندهم اطفال او الكوميونتي اللي حواليا ان انا اعمل حاجه زي كده واكسب منه كمان. يبقى انت كده فتيهم ان هم هينزلوا شغلهم ومطمنين عيالهم مع حد كويس، وفي نفس الوقت انت بتكسبي فلوس من الموضوع ده. ولو بقى الموضوع عجبك ولقيتي نفسك قوي بقى في ان انت تتعاملي مع اطفال والحاجات دي كلها، ممكن بقى تبتدي تدرسي موضوع الداي كير. الداي كير اللي هي الحضانه، ازاي ان انت تبقي مدرسه جوه حضانه. دي ليها لايسنس معينه وليها دراسه معينه بسيطه، يعني مش صعبه.
بتدرسي بقى فيها سلوكيات الاطفال ومش عارف ايه واعمل ايه لو حصل ايه والطوارئ وكذا وكذا وكذا. بمجرد ان انت بتخلصي الكورس ده او اللايسنس دي بتاخديها خلاص بتقدري تقدمي بقى في اي حضانه حواليكي. فده ممكن يبقى بدايه مشوار ليكي بقى في كارير زي كده، ان انت تبقي مدرسه، ممكن بعد كده تبقي مديره، ممكن بعد كده تفتحي الحضانه بتاعتك انت. وناس كتير عملت كده ونجحت جدا جدا وعندها بقى حضانه واثنين وثلاثه يعني. لو مش عايز تتعاملي مع اطفال ممكن بقى تتعاملي مع كبار في السن شويه، او يعني اطفال معوقين او حد عنده اعاقه، وتعملي لهم رعايه في البيت عندهم، تدي لهم ادويتهم في ميعادهم، تاكليهم، تساعديهم في اي حاجه هم عايزينها خلال اليوم، دي هتبقى مسؤوليتك. ففي ناس بتبقى حابه ان هي تعمل كده، انا بتعامل مع شخص واحد مسؤول عنه طول اليوم وخلاص، عرفت الجدول بتاعه ماشي ازاي اعمل كده مفيش مشكله. ومش شرط راجل، ممكن تبقى واحده ست كبيره وانت هتبقى قاعده مستريحه ان انا قاعده بخدم واحده ست، فخلاص يعني قاعدين في بيت واحد مفيش مشكله. او طفل عنده اعاقه او حاجه ومحتاج حد ان هو يساعده، وباباه او مامته بيشتغلوا، فمفيش حد قاعد معايا، لازم حد يقعد بيه في البيت، فهتكون انت ساعتها الشخص اللي بيساعد في الموضوع ده. غير بقى ان انت ممكن تفتحي بيزنس من البيت، يعني انت ممكن تلاقي حاجات كتيره قوي ان انت تصنعيها بايدك وتبيعيها مثلا اونلاين. وده في رايي من الحاجات الحلوه اللي انت ممكن تعمليها، حتى وانت بتشتغلي ممكن تعملي حاجه زي كده، ان انت تصنعي حاجه مثلا زي اكسسوارات. مثلا في ناس بتعمل مثلا التطريز مثلا على اللبس، في ناس بتطبع تيشرتات وتبيعها اونلاين. افكار كتيره برضه، يعني ممكن لو حابه ان انت تستثمري وقتك بشكل تاني هتلاقي حاجات كتيره تبيعيها. او حتى لو مش عايزه تصنعي ممكن تجيبي حاجات من الصين وتبيعيها بقى على امازون مثلا ولا اي باي والحاجات دي، فده برضه هيبقى دخل اضافي انت هتجيبيه، وواحده واحده تكبري البيزنس بتاعك، وممكن ما تبقيش محتاجه تشتغلي بره، خلاص هشتغل على البيزنس ده وافضل اكبره. وفي افكار كتير، يعني انتوا لو عايزين انا اقول لكم على حاجات كتيره ممكن تعملوها في الحته دي، يعني ممكن ابقى اعمل فيديو عنها. في ناس بتشتغل برضه مدرسين عربي، ممكن تشتغلي الموضوع ده في مدرسة او تشتغليه في اونلاين مثلا او حاجة. لو الانجليزي بتاعك كويس برضه هتقدري ان انت تعلمي ناس عربي عشان تشرحي لهم المعاني بالانجليزي ويتعلموها بالعربي. ولو اللغتين بتوعك حلوين جدا ممكن تلاقي نفسك مثلا عندك فرصة في مكتب محاماة بتاع هجرة مثلا، وطول اليوم بيقابلوا عملاء عرب، فمحتاجين حد يبقى بيفهم انجليزي عشان يشرح لهم الورق اللي مكتوب اللي هيمضوا عليه ده معناه ايه، ويترجموا الكلام ده بالعربي. فدي برضو فرص تانية. وكل بقى ما الامكانيات والمستوى والسكيلز اللي عندك بتعلى هتلاقي نفسك يعني الدنيا مفتوحة بقى. ممكن مثلا تبقي مساعدة دكتور اسنان، تدرسي حاجة وتتعاملي اكنك زي دكتور الاسنان، له مهام معينة المساعد بتاع دكتور الاسنان. في ناس كتير عملت كده، شغلانة حلوة جدا ومربحة جدا. اي حاجة في القطاع الطب تأكد ان هي حلوة جدا ومطلوبة، تمريض، مساعد اسنان، ناس بتوع الاشعه، الحاجات دي كلها هتلاقي فيها دخل ومطلوبه، وهتلاقي نفسك عماله تكبري وتتطوري في الشغلانه دي. فبلاش نستسلم في الوضع اللي احنا فيه ونحس ونستصغر نفسنا كده ان احنا لا مش هنقدر نعمل كده، احنا ازاي هنعرف ننافس مع الامريكان؟ البلد بلد مهاجرين، انت عندك يعني مهاجرين في كل حته، يعني كل الجنسيات الموجوده، مش عرب بس، عندهم اكسنت وممكن اللغه بتاعتهم ما تبقاش كويسه لكن شغالين وعمالين يكبروا وبيتعلموا، والمجتمع نفسه سمح لهم ان هم يكبروا والدنيا تبقى كويسه. يعني ما فيش العنصريه اللي احنا كنا بنسمع عنها واحنا في بلادنا عن امريكا، لا، على ارض الواقع ما فيش نفس الحجم العنصريه ده. ولو قابلتيه هتلاقيه فرد او فردين مثلا في حياتك كلها، لكن هتقدري ان انت تلاقي شغل طالما عندك سكيلز مطلوبه. في حاجه بقى بتغيظني قوي لما اجي اتكلم مثلا على موقع زي انديد او اي حاجه تانية وان في شغل، الناس تقول لك لا شغل ايه، ما فيش شغل، احنا بقالنا سنتين وبتاع بنقدم ما فيش حاجه. هو ليه انتم مفترضين ان المشكله في الويب سايت؟ يعني ليه مش مفترضين ان المشكله فيكم انتوا؟ هو كل حاجة حلوة والويب سايت هو اللي وحش او هو اللي مش بيشغل او بيشغلوا الناس تبعهم او كده؟ يعني ايه التفكير ده؟ يعني ما تشوفي نفسك انت بتترفضي ليه، شوفي في وقت الانترفيو هل بتعرفي تتكلمي كويس، ومش شرط انجليزي بس، لكن قادرة ان انت تعبري عن الاشغال اللي انت اشتغلتيها قبل كده وان هي تبقى قريبة فعلا للحاجة اللي انت بتقدمي عليها دي ولا لا، عشان تسهلي عليهم ان هم يقبلوكي بسرعة. حاجات كتير. فبلاش نقعد نلوم ونحط على الشماعة بقى بتاعة الايه، لا اصل هم بيوظفوا ناس، اصل هم، لا، الويب سايتات دي فاتحة لكل الناس، ما عندوش مصلحة ان هو يشغل حد قصاد حد. يعني الثقافة اللي احنا جايين بيها في مصر دي الكوسة والحاجات دي، يا ريت يعني ما نفكرش فيها بنفس، لان هي مش بنفس المستوى ده خالص، يعني ما فيش مقارنة. انت المسؤولة من البداية اذا كان انت اتقبلتي في الشغلانة دي او اترفضتي. اولا انت ممكن تبقى مقدمة على شغلانة ملهاش اي علاقة بتخصصك ولا بالسكيلز اللي عندك، فطبيعي هيرفض لان هو الناس مش مستقصداك يعني. ثانيا ممكن يبقى عندك غلطات كتيرة في الريزومي او حاجة مش متناسبة مع الاشغال اللي هم طالبينها، فيبقى انت بتقدمي في شغل غلط. والريزومي بتاعك مثلا لو 4-5 صفحات ده برضو غلط. ممكن تكون لغتك ضعيفة وهم محتاجين حد لغته قوية، بيتعامل مثلا مع ناس كتير في حاجات مهمة لازم تتقال
وتتشرح بشكل دقيق مثلا، فهم محتاجين حد بيتكلم انجليزي كويس. فكل دي عوامل بتقول هل انت مناسبه للشغله دي ولا لا. فبدل بقى ما اقعد الوم على الشغل نفسه واقعد اقول دولت عنصريين ولا دولت مثلا مكوسينها وهيشغلوا حد تبعهم والكلام ده، لا، ابص على نفسي، ابص على السكيلز بتاعتي، ابص على الريزومي، اشوف انا بتكلم ازاي، واحاول بقى ان انا اطور الموضوع ده واغيره واحسنه عشان خاطر يبقى عندي فرص في الاشغال اللي هقدم عليها بعد كده. حاجه تانية بقى عايز اقول لكم عليها، ان اليوتيوب بيقول لي دايما في الاحصائيات ان نسبه الستات او البنات اللي بتتفرج على المحتوى ده ما بين 16 ل 18%، حاجه زي كده. لكن برغم كده انا قلت لا، انا عايز اتكلم مع الستات والبنات اللي عايشين في امريكا او اللي لسه ناويين يجوا، لان انا عارف اهميه موضوع الشغل ده في دماغكم. شغال طول النهار، نشتغل ولا لا؟ طب نشتغل ايه؟ طب اللغه؟ طب كذا. فحبيت بس ان انا اشارككم كده برايي يعني المتواضع وشويه الافكار اللي احنا اتكلمنا معاها، اتمنى ان هي تساعدكم. فمحتاجين بقى نغير النسبه بتاعت اليوتيوب دي 16 و17%، احنا عايزين بقى نشوف ايه اربعينات وخمسينات. وده طبعا مش هيحصل الا لو انتوا عملتوا سبسكرايب وعملتوا لايك للفيديو، وبعد كده انا هشوف بقى مع اليوتيوب النسبه اتغيرت ولا لا. لو اتغيرت هنتكلم على حاجات اكتر انتم مهتمين بيها، ولو ما اتغيرتش بقى خلاص هعمل ايه بقى؟ نرجع للرجاله اللي معانا من اول القناه. الناس بقى اللي معاها ورق والانجليزي بتاعها كويس وحابه ان هي تشتغل شغلانات تانية يتفرجوا على الفيديو ده، واشوفكم على خير. سلام.